الحرب على الخليج، وده في حد ذاته لفتة حلوة منه، والعالم كله بيقول يعني الراجل ده عبقري. هذا الرجل يصنع التاريخ بنفسه. الراجل ده صنع التاريخ بنفسه لدرجة ان الكل بيهابه وبيحترمه، والكل بيخاف. يعني مش بيخاف على نفسه، بيخاف على العدو منه بجد. يعني الملك محمد السادس ده شخصية قوية جدا جدا، ويسجل اسمها في التاريخ بماء الذهب. فالعالم بيشيد بقوتهم وشجاعتهم، وإن المملكة المغربية لها دور مغوار ودور عظيم في وقف الحرب على دول الخليج. وسبحان الله يا جماعة، العالم كله بيرفع لها القبعة. العالم العربي والأفريقي وكل العالم بيرفع للمملكة المغربية القبعة. بجد نحن يعني مدانين أمام المغرب، كلنا مدانين أمام المغرب، كلنا يعني نفسنا إن المملكة المغربية تكون يعني لن تنتهي أبدا. الملك محمد السادس ده شخصية التاريخ هيفضل يذكره لحد أبد الدهر. الكل دلوقتي بيحترم المغرب احترام، يعني يا جماعة والله العظيم سيرتهم بقت ذكية أوي. والعالم دلوقتي قالك ايه؟ احنا مش هنقلق تاني ولا هنشيل اي هم، عشان يوجد في قلب العالم المملكة المغربية اللي مخليانا حاسين بأمان، اللي مخليانا فعلا واثقين بإن ورانا ظهر، لينا ظهر ولينا سند، لينا إخوة وناس أفاضل محترمين. العالم يا جماعة دلوقتي بقى المغرب هو شغله الشاغل، والكل عمال يذكر اسم المغرب ويهتف بعلم المغرب. ليه كل ده بيحصل يا جماعة؟ ليه كل ده بيحصل والناس بتهتف باسم المغرب؟ ليه؟ عشان المغرب له دور شجاع ودور عظيم مع كل واحد في العالم، له فضل كبير على كل واحد في العالم سواء عربي أو غير عربي. فبالتالي الكل بيشهد، الكل بيشيد، الكل بيعترف، الكل بيقر عن مدى قوة وبراعة المملكة المغربية، وقوة شخصية فخامة الملك محمد السادس في ضبط وحد الحرب ووقفها نهائيا، علشان يعني النجدة اللي هو عملها لدول الخليج يستاهل عليها لفتة حلوة مدى الحياة. فالكل دلوقتي لازما يشكر هذا الرجل ويكون مدان لهذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضله في وقف الحرب على دول الخليج. الكل دلوقتي يقف احتراما وإجلالا لهذه الشخصية العظيمة العريقة اللي سجل اسمه في التاريخ بمية الذهب، وعمل اللي محدش يقدر يعمله، عمل اللي الواحد ما يقدرش يعمله ويخاف يعمله. هو اللي نفذ فخامة الملك محمد السادس وبلده صاحبة الفضل في وقف وإنهاء الحرب على دول الخليج، وخلاهم يبكون من الفرحة بسبب ما فعله هذا الشخص المغوار فخامة الملك محمد السادس. ربنا يبارك في عمره ويجعله دايما رمز للسلام والأخوة والمحبة، سواء في العالم العربي أو في العالم الأوروبي. تحيا مصر، يحيا فخامة الملك محمد السادس. بالله عليكم اخواتي اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتفعلوا اللايك. صلوا على سيدنا النبي.